كاملين شدوا بليصوم صاحبي لا انا اجي غتقرا في كامبريدج، غادي شد المنحة لفرنسا وانا جايب 10/20، غادي يبقى ليا غير نقرا في الدار واقيلا. لا يا اخي، هذه واحد الفكره اللي غلطه عند بزاف ديال الناس. كيصحابهم باللي راه الا جابوا 10 ولحظات وما يمكنلهمش انهم يتقبلوا في اي جامعه. نساو باللي كاينه واحد الدوله بحال الصين كتوفر منح اللي زوينه للطلبه اللي كيجيبوا حتى 10 و11 و12. خصك تعرف انه مع من تلاق، وخصك تعرف الجامعه اللي بغيتي نتايا باغي تقرا فيها. كاينين بزاف ديال الجامعات في الصين اللي تقدر انك تقبل فيها غير ب 10. عندي بزاف ديال صحابي اللي كيقراو في جامعات، منهم اللي جايب 15، منهم اللي جايب 19، منهم اللي جايب 18. يعني كيقرا مول 19 مع مول 10، كيقرا مول 18 مع مول 15، كيقرا. يعني ما بقاتش هنايا في الصين ما كيشوفوش النقطه ديالك، كيشوفوا السلوك ديالك، كيشوفوا الرساله ديال الدافع اللي خلاتك انك تجي تقرا في الصين، وكيشوفوا الشواهد اللي كانوا عندك والاعمال التطوعيه اللي ديجا عملتيهم في المغرب. يعني كما قلت لك، عندك واحد الهدف انك تجي تقرا في الصين، راه تقدر انك تجي تقرا في الصين واخا تكون جايب غير 10. هنايا كتعتمد على لاجونس اللي دفعتي معاها، واش غتجيب لك شي جامعه اللي زوينه، واش غتجيب لك شي منحه زوينه. هذا ما كان، وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش واحد لايك وهاد المعلومات اللي لاي واحد عنده هذه الفكره اللي غلطه. السلام عليكم.